السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواد سهرات مع وليد حسين. النهارده فيديو كده جديد، عيب من العيوب الخبيثة اللي ممكن تعمل معاك طقطقة وتوقيت برغم تغيير أجزاء عفشة كاملة. النهارده احنا معانا عربية افيو. العربية دي طبعا فيها طقطقة جامدة جدا جدا، ولما جيت كشفت على العربية لقيت ان العربية فيها محتاجة مساعدين أمامي وتياش ميزان، زي ما انتم شايفين كده. العربية دي ما تضربش فيها مسمار من الفابريكا، كل حاجه بتاعت الفابريكا بتاعتها. ايه العيب الخبيث اللي انا جاي اتكلم فيه؟ زي ما انتم شايفين كده، دي براد داخلي ودي براد داخلي ودي براد خارجي، والبيضه بتتحرك عادي، مفيش اي مشكله، حركتها كويسه. تعالى بقى اقول لك ايه العيب، ايه العيب الخبيث علشان تخلي بالك من نقط زي كده، لانك ممكن تغير حاجات كتير جدا وتيجي تكشف على الباره تقول ان الباره دي سليمه ما فيهاش مشكله. الباره سليمه ما فيهاش مشكله، مع الحركه تحركها شمال ويمين وتلاقي الباره ما فيهاش مشكله. تعالى بقى بصوا القلب يا جماعه بتاع الباره، قرب هنا كده، قرب. بصوا يا جماعه قلب الباره من هنا، صور هنا، صور هنا. بصوا يا جماعه، معرفش واضح معايا في الفيديو ولا مش واضح. بصوا القلب كله القلب بيتحرك اهو. بصوا لو لفيت البيضه انا كده القلب كله القلب كله بيتحرك. فده يعمل معايا يعمل معايا طقطقه خبيثه جدا، طقطقه خبيثه. دي يحصل معاك في المطبات، وممكن وانت بتكسر يمين وشمال تسمع صوت تزييق. وانا بكسر دلوقتي وماسك الباره كده وبلفها بتعمل معايا صوت تزييق. زي ما انتم شايفين القلب اهو، القلب ده المفروض ده ثابت يا جماعه، طبعا الصناعيه عارفه الكلام ده. بصوا اهو، واضح في الفيديو اه، واضح. طبعا ممكن تيجي بقى انا بقول لك العيب ده خبيث، لانك انت ممكن تيجي تحرك البيضه كده، تحركها كده وتحركها كده، تلاقي ان البيضه نفسها حركتها كويسه، ما فيهاش بوش فوق ولا تحت، فوق ولا تحت، تقول البره دي كويسه. فانت تركب بقى، مثلا احنا عندنا مساعدين العربيه دي ضربه زيت وعندنا الاتياش بايظه، فاحنا نغير مساعدين وهنغير الاتياش. لو انا ما اكتشفتش عيب زي ده اكني ما عملتش حاجه خالص، اكني صرفت فلوس المساعدين وفلوس الاتياش دي في الهوا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم في قناه مواد سهرات.